صدمة في برشلونة، ماتش اتلغى واللعيبة كلها مش مصدقة. لأي حاجة صلي بينا على سيدنا محمد وخليني احكي لك. اليوم كان عادي جدا، برشلونة بيجهز للماتش ضد اوساسونا، الفريق متجمع والتركيز عالي، لكن فجأة حصلت صدمة محدش كان مستعد ليها. طبيب الفريق كارلس مينيارو توفى فجأة وهو نايم في فندق الإقامة. الراجل كان معاهم من ساعات، بيهزر بيضحك بيتكلم، وبعدها الدنيا اتشقلبت. الخبر وقع عليهم كالصعقة. جافي كان منهار وليفاندوفسكي مصدوم والمدرب هانز فليك واقف متجمد، محدش قادر يستوعب اللي حصل. برشلونة نزل بيان رسمي وقال: نشعر بحزن عميق لوفاة كارلس مينيرو، كان جزء من عائلتنا وترك أثرا لن ينسى بيننا أبدا. النادي أكد إن اللعيبة والجهاز الفني كانوا محتاجين دعم، وإن تأجيل الماتش أقل حاجة تتعمل احتراما لذكرى مينيرو. الجمهور اتفاجئ والسوشيال ميديا كلها اتكلمت عن اللي حصل، الناس حزينة ومصدومة، والكل فاهم إن الكورة مش مجرد لعبة، دي مشاعر وناس وحكايات ممكن تخلص في لحظة.